السلام عليكم. بص بقى، انا مبقتش انفعك. انت لازم تشوفي حالك مع حد تاني عشان ما تضيعيش عمري عليا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده لو ما شالتلكش الارض تشيلك عينيا واشيلك فوق راسي كمان. بس انت النهارده بتقولي كده عشان الحادثه ما عدتش عليها الا اسبوع بس، انها بعد كده الله اعلم. ولو طول العمر كمان هفضل اشتغل واخد بالي منك وترجع زي الاول واحسن. يلا تعالى بس عشان تاخد الدواء. بالراحه. ما شاء الله ما شاء الله، شفت اديك بقيت كويس واحسن من الاول كمان. الحمد لله. الحمد لله. شفت بقى اديك بقيت كويس. لسه بقى لو في الم مع الوقت بقى والعلاج الطبيعي هترجع لنا زي الاول واحسن وكلها شهر وترجع شغلك وتنوره ان شاء الله. الحمد لله كل حاجه رجعت زي الاول، حتى الشغل بقى زي الفل. واجب علينا نطلع ذكر ان شاء الله. ايوه يا صاحبي، مفيش حته من بتوع زمان. حته من اللي بيطلع البرد من العظم. ليلتك انثى يا صاحبي، جايلك ان شاء الله. انت رايح فين؟ عندي شغل. شغل؟ على فكره انا سمعت كل حاجه. انت رجعت تشرب وتسكر وتقابل بنات تاني؟ يو بقى، انا بقالي شهور قاعد في البيت، سيبيني بقى افك عن نفسي. تفك عن نفسك بالحرام؟ ما جاش في بالك ان انت رايح تخونها دي مراتك اللي ياما شالتك واستحملتك في وقت انت نفسك ما كنتش مستحمل نفسك فيه؟ انت هتذليني بقى بوقفتك جنبي في العيا؟ طب عموما انت لو نزلت تسكر هترجع مش هتلاقيني وهستنى منك ورقه طلاق. طب احسن يلا قدامي. انت بتعمل ايه؟ ليه ما سبتيش البيت ومشيتي ليه؟ كده كده ده اخر يوم ليكي هنا النهارده، ولو جيت لقيتك هنا هرميكي في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.